قصدك يعني علشان هم بياخدوا وبيجمعوا كنوزهم معاهم للعالم الآخر وكده؟ طيب ما الراجل ما غلطش يا صديقي وعمل زيك بالظبط. انت بتجمع حسنات وعمل صالح في الدنيا علشان تقدمه لربنا سبحانه وتعالى في الآخرة يدخلك بيه الجنة، والراجل جمع كنوزه علشان يقدمها لربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. ومفيش اختلاف هنا في الطقوس. مثلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أتى بطقوس 5 صلوات. انت تعرف طقوس سيدنا موسى وسيدنا يوسف وسيدنا إدريس وسيدنا عيسى؟ يعني لو قلت لك يا صديقي لو الأنبياء دول ما صلوش بطقوس سيدنا محمد بنفس الصيغة ونفس الآلية بالظبط لن يكونوا مؤمنين موحدين؟ لا طبعا. لكن الجهل في العوام بيتخيل ان سنن الدنيا واحدة. الفراعنة كانوا أهل توحيد خالص، حتى مسألة بناء الهرم مختلف فيها يا صديقي، وتم نسب الهرم لخوفو لمجرد ان هم وجدوا خرطوشة مكتوب عليها خنم خوفو. لكن تعالى كده ترجم معايا خنم خوفو معناها ايه في اللغة القديمة؟ معناها الله جل جلاله. ترجم معايا كده: خنم خو فا وي. طبعا هي ما بتتنطقش كده بس انا بقولك علشان الحروف. معناها خنم يحميني او خنوم يحميني. وخوف منفردا ينقسم لغويا الى التركيبة خو في وي، معناها هو يحميني، إشارة للإله عز وجل. وخاصة يا صديقي إن خنم خوفو ليس معروفا بين ملوك الأسرات وليس له تاريخ كبير. خد مثلا اختلاف كبير كمان، وعاوز أقول لك الاختلافات دي موجودة. إذا كان إحنا مختلفين على نبي صلى الله عليه وسلم ظهر من 1400 سنة، هنتفق على أنبياء أو حضارات ظهرت من 12,000 سنة؟ أيوة من 12,000 سنة مش 7,000 سنة كما بيدعوا، ويمكن أكتر. العالم بروكش قال لك إن المصرية القديمة كان فيها 2800 إله. لكن عندك برهان أشد قوة هنا، وهو المؤرخ مانيتون أو منيث. يا ريت حد يصحح لنا الاسم من المهتمين بالحضارة المصرية القديمة، وهو كان مؤرخ أكثر توثيقا من بروكش. قال إن الحضارة القديمة المصرية ابتدت من 12,500 سنة وليس من 7,000 سنة. كل الأنبياء العبرانيين من أول سيدنا يعقوب وأولاده إلى سيدنا موسى أتوا إلى مصر قبل عهد الأسرات، يعني في أيام الملوك الهكسوس يا صديقي. وفرعون الخروج هنا هو ملك الهكسوس السادس، والهكسوس كانوا عباد أوثان وكفرة. أما المصريين كانوا على توحيد خالص على ملة سيدنا إدريس، وسيدنا إدريس أول من خط بالقلم، وده قبل العبرانيين بآلاف السنين. وصحف سيدنا إدريس موجودة بالفعل، وهي كتاب الموتى ومتون الأهرام. خد مثلا نص صغير معايا كده من كتاب متون الأهرام: سيأتي إليك حارث الباب ويمسك بيدك، سيأخذك إلى السماء إلى أبيك جب، سيفرح بحضورك ويضمك بيده، سيقبلك ويعتني بك، وسيجلسك مع الأرواح الذين لا يفنون. ركز فيها كده، نفس فكرة البرزخ، نفس فكرة الآخرة، نفس فكرة الثواب والعقاب، نفس فكرة الجنة، نفس فكرة الحياة الأبدية. وفي هرم الملك نيث كان اسم الثعابين يذكر في النص، إلا أن رسم الثعبان كان يقشط ويمحى خوفا من مجرد ذكر الثعبان أن يحضر. وده اعتقاد من المصري القديم إن المكتوب بيتحقق. طيب ركز كمان، وقلتها في الكاتاكومب والناس اتريقوا عليا لما قلت فكرة الإسلاميين أو المسلمين والثعبان الأقرع، وشفنا هجوم عنيف لأن المرء عدو ما يجهل. ركز في هرم الملك أنيس عن ذكر الثعبان أو الثعابين والخوف منه، وعن الثعبان الأقرع في الديانة الإسلامية والخوف منه والخوف من عذابه. هي المصريين كانوا على الملة الإدريسية وموحدين إلى أن جاء سيدنا يعقوب وتتابع الأنبياء إلى سيدنا موسى. الأنبياء والرسل كتير يا جماعة، عددهم 120,000 نبي ورسول، مش مجرد عدد الأنبياء اللي ذكر لنا بس. طب احصولي كده عدد الأنبياء اللي تعرفوهم في التعليقات وشوفوهم هيطلع
طلعهم كان من 120 ألف نبي ورسول نزل من أيام سيدنا آدم إلى سيدنا محمد. فيبقى هنا إن من أول سيدنا يعقوب إلى سيدنا موسى بتتابع الأنبياء والأبناء بينهم كانوا بيدعوا مين؟ كانوا بيدعوا الهكسوس الكفرة وليس المصريين الموحدين. وصراع سيدنا موسى كان مع فرعون الخروج، والذي لم يكن رمسيس أبدا، بل كان سادس ملوك الهكسوس فرعون الخروج وليس رمسيس. أما حكاية تعدد الآلهة والتلفيق زي أنوبيس وبتاح ورع دي أسماء للملأ الأعلى وقوة الملائكة، لأنهم في كتاب الموتى موجودين كمساعدين أو خاضعين لإله واحد. وكلمة نتر يا صديقي ليس معناها إله، نتر المنتسب إلى العرش. مثلا نفس فكرة الملائكة الحافين بالعرش والملك الأعلى. قارن كده سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، شوف وجه الشبهية بينهم وبين أنوبيس وبتاح ورع. هما مساعدين، هما تابعين للإله والله أعلى وأعلم. لكن التلفيق والتشويه كتير جدا. ناس باللغة العبرية الحديثة والمستحدثة، ناس باليهود هم اللي علموا المصريين الزراعة رغم ان هم زرعوا من 4000 سنة والمصريين كانوا من 12500 سنة. تقدر تقول لي قبل اليهود كان المصريين بياكلوا ازاي؟ تشويه تاريخ، تشويه حضارة، علشان كل من أتى بزلطة عمرها 15 سنة يعرف ينافس حضارة عمرها أكتر من 12,000 سنة. وهقول لك كمان أبو الهول المختلف فيه مش عمره 4000 سنة، ده عمره 10,000 سنة وأكثر من العصر الجيري. تقدر تقول لي خامة أبو الهول إيه؟ ما طولش عليك، أشوفك على خير.